بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصلي يقول: ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام. سور القرآن على ثلاثة أقسام. قسم لم يختلف فيه، يعني اتفق كل العلماء وكل الصحابة وكل التابعين عليه ولم يختلفوا فيه، لا في إجمال ولا في تفصيل. وقسم اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا، وقسم اختلف فيه إجمالا لا تفصيلا. طيب، فالأول 40 سورة. هذه ال40 سورة ما اختلف فيها أبدا أبدا أبدا. سورة يوسف، طبعا الآن عم يتكلم عن موضوع عدد الآيات في السور. عدد الآيات في السور، يقول: سورة يوسف 111، الحجر 99، النحل 128، الفرقان 77 إلى آخره. طبعا تعدادات هذه. القسم الثاني 4 سور. سمير أم سامر؟ عمير فعيله. سامر أو سمير، كأنه سمير. والقسم الثاني تامر شيخ تامر. سامر. تفضل، في شيء يا سامر؟ لا شيخنا، لا بالغلط شيخنا. طيب، يا ريت تسجل اسمك بالعربي حتى ما أخطئ في القراءة. طيب، القسم الثاني 4 سور. شو 4 سور اختلف فيها تفصيلا لا إجمالا؟ القصص 88، عد أهل الكوفة طا سين ميم، والباقون بدلها أو بدلها أمة من الناس يسقون. القصص 23، 88، وعد أهل الكوفة طا سين ميم، يعني اعتبروها آية. والباقون بدلها، بدل طا سين ميم شو ساووا؟ أمة من الناس يسقون، هي نصف آية بالعادة، جعلوها آية، أبدلوها وساووها. طبعا مو بدلوها فقط، إنه هي 88 بالاتفاق، ولكن في بعض طا سين ميم اللي هن أهل الكوفة اعتبروها آية، غير أهل الكوفة طا سين ميم ما اعتبروها آية. فإذا ما اعتبروها آية، معناها كم آية في عندنا في سورة القصص؟ 87. راحوا لعند أمة من الناس يسقون، شو ساووا؟ جعلوها آية، فصار عندهم عدد السورة 88 آية. معناها اتفقوا على العدد، ولكن اختلفوا وين حطوا الآيات. طيب، العنكبوت 69، عد أهل الكوفة ألف لام ميم، والبصرة بدلها مخلصين له الدين، والشام وتقطعون السبيل. يعني اختلفوا أين يضعوا الآيات بين أهل الشام والبصرة والكوفة، أما ما في أي إشكال يعني. الجن 28، عد المكي لن يجيرني من الله أحد، اعتبرها آية هون. ولكن الباقون بدلها ولن أجد من دونه ملتحدا، حط هون الآية. نعم. العصر 3، عد المدني الأخير وتواصوا بالحق دون والعصر، وعكس الباقون. طيب، والعصر 3، عد المدني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. المدني هون وضع آية، وما حط العصر يعني. نفتح لكم عليها حتى نقربها لكم. هذه سورة العصر. هم.
شوفوا يا جماعة، شو عم يقول لك هون؟ نرجع لكم لعند الإتقان. شو عم يقول عند تواصوا بالحق؟ هون، هون ها، يعني والعصر ما حط آية هون، فصارت والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه آية رقم واحد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق صارت رقم اثنين، وتواصوا بالصبر صارت رقم ثلاثة. هيك معناتها. طيب، القسم الثالث 70 سورة. شو هو القسم الثالث؟ اختلفوا فيه إجمالا، اختلفوا فيه تفصيلا أم إجمالا. الثالث اختلف فيه إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. نعم. شو إجمالا وتفصيلا؟ القسم الثالث 70 سورة. الفاتحة، الجمهور قالوا سبع آيات، فعد الكوفي والمكي البسملة دون أنعمت عليهم. نفتح لكم على القرآن كمان. م. الفاتحة، شايفين هون في آية عند البسملة، عند البسملة في آية. المكي ماذا قالوا عنه؟ الفاتحة الجمهور سبع، فعد الكوفي والمكي البسملة، اعتبروا البسملة آية. أما غيرهم لا، ما حط هون آية، حط هون آية، هون آية، هون آية، هون آية، هون آية. صراط الذين أنعمت عليهم، هون عند عليهم حط آية، عند عليهم. وعند البسملة ما حط آية. مهم بالتم 7 آيات. طيب، وعكس الباقون وقال الحسن 8. الحسن قال 8 آيات، فعد بسم الله آية، وعند عليهم حط آية. وبعضهم قال 6 آيات فلم يعدهما، ما حطوا آية عند البسملة وما حطوا آية عند عليهم، فصارت 6 آيات. وآخر 9، في بعضهم قال 9 آيات، فشو ساوى؟ حط عند البسملة وعند إياك نعبد هنا حط آية، وعند عليهم حط آية، فصارت 9. يعني هذه اختلافات، ولكن نحن عندنا رأي الجمهور، يعني نمشي على رأي الجمهور. ويقوي الأول، يعني 7 آيات ما أخرجه أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره صراط الذين ولا الضالين، قطعها آية آية، وعدها عد الأعراب، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد عليهم. يعني هذا حديث صحيح يا جماعة، عم يقول لك عد البسملة آية ولم يعد عليهم آية. فقول الجمهور اللي هو موجود في مصحفنا هو القول الراجح. وأخرج الدار قطني بسند صحيح عن عبد خير قال: سئل علي عن السبع المثاني فقال الحمد لله رب العالمين، فقيل له إنما هي 6 آيات، فقال بسم الله الرحمن الرحيم آية. بسم الله الرحمن الرحيم آية. انتهينا الآن من سورة الفاتحة. الآن سورة البقرة. سورة البقرة 285، وقيل 6 وقيل 7. طيب، الآن عندنا ننظر في مصحفنا سورة آل عمران. نعم. طيب. مم. 286. 286 شو عم يقول في الكتاب؟ عم يقول 285 وقيل 6 وقيل 7. معناها الست هي الراجحة، الست هي الراجحة. آل عمران 200 وقيل إلا آية، نعم صحيح 200. النساء 157 وقيل 56 وقيل 7. مهم مختلف في أعداد الآيات، اختلاف عادي يا جماعة، يعني مقدمين آية، مقدمين مكان الترقيم أو مؤخرينه.
طيب طيب، ربي يبارك فيك يا مولانا يا. طيب، تبارك 30 وقيل 31 بعد قالوا بلى قد جاءنا نذير. طبعا الصحيح أنه 30 يا جماعة. لماذا؟ لأنه في عندنا حديث يدل على ذلك. قال ابن شنبوذ ولا يسوغ لأحد خلافه للأخبار الواردة في ذلك. أخرج أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لك 30 آية، فخلص 30 آية. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. نياله للي عم يقرأ سورة تبارك كل ليلة. ربي يبارك فيكم ويعلي قدركم. طيب، ضوابط البسملة: نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة. في بعض الأحرف السبعة من قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. نعم، يعني في بعض القراءات قرأوها أنها مع كل سورة مع كل سورة مع كل سورة. نعم. وعد أهل الكوفة ألف لام ميم حيث وقع آية، وكذا ألف لام ميم صاد وطه والأحرف عدوها آية آية. وعدوا حاميم عين سين قاف آيتين. ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك. لم يعد شيئا من ذلك. وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد ألف لام راء حيث وقع آية، وكذا ألف لام ميم راء وطا سين وصاد وقاف ونون، هذه لا تعد آيات، أما اختلفوا في الأوال فقط. ثم منهم من علل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه. ومنهم من قال: لم يعد صاد ونون وقاف لأنها على حرف واحد، ولا طاسين لأنها خالفت أخويها بحذف الميم، ولأنها تشبه المفرد كقابيل وياسين وإن كانت بهذا الوزن، لكن أولها ياء فأشبهت الجميع. أول ياسين ياء فأشبهت الجميع، إذ ليس لنا مفرد أوله ياء. ليس لنا مفرد أوله ياء. في عندكم مفرد أوله ياء يا جماعة؟ حدا بيتذكر شيء مفرد أوله ياء؟ يحيى. يحيى. آه ياقوت. إذ ليس لنا مفرد أوله ياء. ما أدري ما معنى هذا الكلام، أما مفرد يوجد: ياقوت مفرد، ويحيى، ويونس. يونس مثلا سيدنا. يونس عليه محمد سمير. ربي يعلي قدرك، غلبتني يا وقد شنو يعني غلبتني. مفرد أوله ياء يعني؟ كلمة مفردة يعني ولا شيء كيف؟ نعم. يعني نعم. مثلا تفاحة، مثلا تفاحة يعني. نعم، هكذا يقصد، ولكن لا. أستاذ الكريم، شيخي أستاذ الكريم، ربما طب المقصود المفرد غير الاسم. يعني الاسم شيء والمفرد شيء آخر يعني. كيف؟ ما فهمت عليك شيخ. يعني المفرد ما عدا الأسماء، الاسم يعني ربما يكون فعل، المقصود قصدك فعل. يعني ربما الفعل يعني مثلا، هو لا، يعني هيك الفعل. المقصود يعني. الفعل لا، ما يقصد الفعل هنا، ما أتى بالفعل أبدا. نعم. على كل هون عم يقول لك إنه ليش عدوها آيات وليش ما عدوها آيات. طيب. ولم يعدوا ألف لام راء بخلاف ألف لام ميم لأنها أشبه بالفواصل من ألف لام راء. وكذلك أجمعوا على عد يا أيها المدثر آية لمشاكلته الفواصل بعده، لأنه الفواصل بعده قصيرة قصيرة قصيرة. يا أيها المدثر قم فأنذر
وربك فكبر وثيابك فطهر، فأشبهت الآيات التي بعدها، من أجل ذلك فصلوها وجعلوها آية. واختلفوا في يا أيها المزمل، هل هي آية وحدها أم آية مع ما بعدها؟ اختلف فيها. قال المصلي: وعدوا قوله ثم نظر بسورة المدثر آية، وليس في القرآن أقصر منها. ليس في القرآن أقصر من ثم نظر. ثم نظر كم حرف؟ ثم ثلاثة ونظر ثلاثة، 6 أحرف. فليس في القرآن أقصر منها. أما مثلها فعم والفجر والضحى. والضحى، نعم، فعم. عم يتساءلون، عم يتساءلون، لا. نعم. طيب، تذنيب. نظم علي بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات ضمنها السور التي اتفقت في عدة الآي. يعني مثلا مثل سورة الفاتحة عددها 7، ما هي السور التي عددها 7؟ ما هي السور اللي عددها 8؟ ما هي السور اللي عددها 9؟ فعمل أبيات شعر، أرجوزة أبيات شعر، وعدها كالفاتحة والماعون والرحمن والأنفال ويوسف والكهف والأنبياء، وذلك معروف مما تقدم. فائدة: يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية. يا سلام! طبعا بزمن الإمام السيوطي ما كان في شيء اسمه إعجاز عددي يا جماعة. الآن في بعض الناس حاولوا أنه يقولوا أنه في بالقرآن إعجاز عددي، ولكن هذا الإعجاز العددي ممكن يكون فيه إعجاز عددي، ولكن غالبا بيكون فيه نوع من التقعر ونوع من البحث الكثير، وغالبا يكون فيها أخطاء كثيرة. لذلك ما وجدنا في الكتب القديمة من يقول بأن هناك إعجاز عددي. شو؟ نعم. شو شيخ يعني ممكن ترجع تعيد الحكي عن الاعجاز العلمي؟ إيه، ما حكيت شيء لما انقطع الشيخ. في بعض، ولا كان يقطع الصوت يا شيخ محمد؟ إيه يعني صار كم ولا شرطة صرت تحكي عن الاعجاز العلمي؟ قلت انه اول ما كان آه. في شيء اعجاز علمي ومو معروف. الإعجاز العددي يا جماعة قديما في الكتب القديمة ما كان في شيء اسمه إعجاز عددي. الآن في العلم الحديث أو في الوقت الحديث كثير من المتدينين قالوا يوجد إعجاز عددي، وبدأوا يدخلوا مثلا يعدوا كم في صاد في القرآن، كم في نون في القرآن، كم في ميم في القرآن، كم في كذا في القرآن. طبعا في بعض الأحيان ممكن تقول هون في إعجاز، ولكن ربما ما يكون في إعجاز عددي. مثلا أقاموا الصلاة آتوا الزكاة، فالله عز وجل لا يأمر بالصلاة إلا ويأمر معها بالزكاة أو بالإنفاق أو بالصدقة. في أغلب القرآن الكريم لو بحثت عنها، الله عز وجل لا يأمر بالصلاة إلا ومعها الصدقة والزكاة والنفقة. نفس الشيء، كم وردت مرة كلمة الدنيا تقابلها الآخرة؟ كم وردت كذا تقابلها كذا؟ هذه من باب المقابلات، وربما يكون فيها بعض الفوائد، بعض الكذا، بعض الشغلات. ولكن إنك تروح تقول لي ورد في القرآن 67 مرة كذا، بتقسم ال67 بيطلع معك كذا، بتقسم 68 بيطلع كذا، بتقسم، هذه يعني غالبا فيها أخطاء كثيرة. وأنا قرأت مرة شيء وعدت ابحث فوجدت فيه أخطاء، فلذلك ابتعدت عنه نهائيا. فإذا أحد قال لكم إعجاز عددي كذا، قولوا له ما دخلنا، دبر حالك بالإعجاز العددي. نعم. يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية. طيب، ما هي هذه الأحكام الفقهية؟ منها اعتبارها في من جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات. يعني إذا إنسان كان داخل في الإسلام جديد وهو ألماني تركي أفغان، يعني ليس بعربي،
وهذا نريد أن نعلمه القرآن الكريم، فما استطاع يحفظ الفاتحة، ولكن استطاع أن يحفظ مقابلها 7 آيات من القرآن الكريم، فهل يصح؟ يصح. يصح طبعا حتى يتعلم الفاتحة. ومنها اعتبارها في الخطبة، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة. في الخطبة يجب عليك أن تقرأ آية كاملة، أما إذا قرأت نصف آية فلا يقبل منك. لذلك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، على قول بعض الفقهاء اللي قالوا إنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية، بيقول لك أنت ما جبت ركن من أركان الخطبة. شو بدك تقول؟ الحمد لله رب العالمين، حتى تكون جبت ركن من أركان الخطبة. طيب، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة، ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة. لا يكفي شطر آية إذا ما كانت الآية طويلة. أما آية المداينة لو أتيت بسطر منها سطرين خلاص يكفي. قال وكذا الطويل على ما أطلقه الجمهور. وها هنا بحث، وهو أن ما اختلف في كون آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة أو في الخطبة محل نظر، ولم أرى من ذكره. يعني هذه مسألة ما رأى السيوطي من بحث هذه المسألة. شو هي؟ ما اختلف في كونه آخر آية مثل بسم الله الرحمن الرحيم هل يكفي قراءتها في الخطبة؟ قال هو ما وجد من الفقهاء من ذكر هذه المسألة. في أحد بيناتنا طلاب علم يا شباب؟ في أحد بيناتنا طلاب علم ماجستير، جامعة، دكتوراه، شريعة، طلاب شريعة طبعا؟ إذا في أحد حتى ننصحه نصيحة، حتى يكتب بحث عنها. في أحد؟ ما في أحد. طيب، آه شيخ محمد ناصر، اكتب عندك، أنا هلأ الآن ماني فاضي أكتب. اكتب بحث حول الأشياء أو الأمور التي ذكرها السيوطي في كتاب الإتقان أنه لم يجد من بحث عنها أو بحث فيها. طيب، هذا بحث يعني جميل جدا إذا أراد أحدهم يعني أن يبحث في هذه المسائل التي السيوطي ذكر أنه لم يرى من بحثها. ربما يكون أحدهم بحثها قبل السيوطي، ولكن السيوطي ما مرت عليه. ومنها، طيب إذا كان ما أحد ذكرها قبل السيوطي والسيوطي ذكرها، ففي هذه الحالة هذا دليل على إبداع الإمام السيوطي، على نباهة الإمام السيوطي، على ذكاء الإمام السيوطي. نعم. ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة. يعني الآيات التي كان يقرأها ما بين الستين إلى المئة. طيب، ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل. نعم، يعني هون كلمة الستين، يعني ليش نحن بنستفيد من إيش؟ بنستفيد من عدد الآيات إنه النبي كان يقرأ 60 إلى 100 آية، نحن نقرأ من 60 إلى 100 آية. لو لم تكن السورة مرقمة ما عرفنا وين الستين وين المية. ومن اعتبارها في قراءة قيام الليل، ففي أحاديث من قرأ ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يا سلام. وفي رواية من قرأ ب50 آية في ليلة كتب من الحافظين، من الحافظين. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين. وفي رواية ومن قرأ ب200 آية كتب من الفائزين. وفي رواية ومن قرأ ب300 آية كتب له قنطار من الأجر. وفي رواية ومن قرأ ب500 و700 و1000 آية إلى آخره. أخرجها الدارمي في مسنده مفرقة.
طبعا يقول راجع مسند الدارمي المعروف بسنن إلى آخره من فضل من قرأ تحقيق الأستاذ حسين أسد. نعم تباعا. طيب. ومنها اعتبارها في الوقف عليها كما سيأتي. في الوقف عليها هنا يعطينا تنبيه، يعطينا فهم، يعطينا فقه، يعطينا شيء، مسألة جديدة في الوقف عليها. وقال الهذلي في كامله: اعلم أو أعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، حتى قال الزعفراني: العدد ليس بعلم، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. قال: وليس كذلك. يعني هذا الهذلي شو ساوى؟ اعترض على ترقيم الآيات، قال ما في داعي للترقيم. وهذا اللي اشتغل بالترقيم اشتغل لحتى يعني يصير له وجود بالمجتمع، فقال وليس كذلك. لا، كلامه غير صحيح. ففيه من الفوائد معرفة الوقف، ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية، لا تصح الصلاة بنصف آية. وقال جمع من العلماء: تجزئ بآية، وآخرون بثلاث آيات، وآخرون لا بد من سبع، والإعجاز لا يقع بدون آية، فللعدد فائدة عظيمة في ذلك. انتهى. طبعا هون يعني هذا الكلام من الذي يتكلم كله؟ الهذلي. فائدة ثانية: ذكر الآيات في الأحاديث والآثار أكثر من أن يحصى. يعني في عندك أحاديث كثيرة تذكر الآيات وعدد الآيات وكذا، كالأحاديث في الفاتحة، وأربع آيات من أول البقرة، وآية الكرسي، والآيتين خاتمة البقرة، وكحديث اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي البخاري عن ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام: قد خاسر الذين قتلوا أولادهم إلى قوله مهتدين. وفي مسند أبي يعلى عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال، أخبرنا عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ بعد 20 و100 من آل عمران تجد قصتنا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، في سورة آل عمران. فصل: وعد قوم كلمات القرآن 77,000 كلمة، و934 كلمة، وقيل 437، و277، وقيل غير ذلك. وقيل سبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. نعيد سبب الاختلاف ما هو؟ قال: الكلمة لها حقيقة ولها مجاز ولفظ ورسم. نعم. واعتبار كل منها جائز، يعني يمكن أن نعتبر هذا اللفظ حقيقة، يمكن أن نعتبره مجاز. ونعم. وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. فصل: وتقدم عن ابن عباس عد حروفه، وفيه أقوال أخر. يا ريت شيخ محمد ناصر تبحث لي بحث على الجوجل ما عدد آيات القرآن وما عدد حروفه. طيب. وتقدم عن ابن عباس عد حروفه وفيه أقوال أخر. ابعتها على الشات إذا طلعت معك. والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، يعني بتوجع راسك كتير ويعني ما فيها الفائدة نعم. وقد استوعبه ابن الجوزي في فنون الأفنان، وعد الأنصاف والأثلاث إلى أعشار، وأوسع القول في ذلك، فراجعه منه. إذا حابب تتوسع بهذا الباب روح لعند ابن الجوزي في كتاب فنون الأفنان. فإن كتابنا موضوع للمهمات، لا لمثل هذه البطالات: كم حرف وكم كذا وكم وكم. نعم. وقد قال السخاوي:
لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. يعني عدد الأحرف وعدد الكلمات هذا يفيد إذا كان كتاب يعني فيه زيادة ونقصان. أما القرآن الكريم هو ثابت، لا زيادة ولا نقصان، فما في فائدة لأنك تقول لي العدد كذا والعدد كذا. ومن الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في عندي طلاب بدرسهم قرآن يا جماعة، فلما بدرسهم قرآن بحاول رغبهم، وخاصة هن ساكنين في دول أوروبا وكذا، فبحاول رغبهم، فبقول لهم عدوا لي هالسطر لشوف. بيعدوا مثلا بيطلع 30 حرف، بقول لهم 30 حرف ضرب 10 بيطلع 300 حرف، 300 حسنة. فأقول لهم من قرأ هذا السطر فله 300 حسنة، من قرأ 10 أسطر له 3000 حسنة. فيا شباب أنتم خلال دقيقتين ثلاثة بتاخذوا 3000 حسنة، فاقرأوا. فأرغبهم بهذا. طبعا هذا أخذته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب قال: القرآن ألف ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين، رجاله ثقات. نعم. طيب، وقد حمل لنا علم النسخ وإذن وجود. نعم، طبعا هذا الكلام فيه خطأ وكذا، والحديث قيل فيه أقوال. فائدة. قال كم ننتهي إن شاء الله تعالى قبل ما ينتهي الوقت. قال بعض القراء: القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات، فنصفه بالحروف النون من نكرى سورة الكهف، والكاف من النصف الثاني. يعني قالوا نصف القرآن بالنسبة بالحروف، إذا جينا نعد بالحروف فنصفه عند نكرة النون من النصف الأول والكاف من النصف الثاني. أما إذا كان بدنا نعد بالكلمات من قوله عند الجلود. نعم. ونصفه بالكلمات الدال من قوله والجلود في سورة الحج، وقوله ولهم مقامع من النصف الثاني. ولكن أنا قرأت في مكان الآن يأتينا. ونصفه بالآيات، إذا جينا نقسم بالآيات يأفكون من سورة الشعراء، هذه النصف الأول. فألقي السحرة سجدان. نعم، هذه من النصف الثاني. ونصفه على عدد السور آخر الحديد، والمجادلة من النصف الثاني، وهو 10 بالأحزاب. وقيل إن النصف في الحروف الكاف من نكرة، وقيل الفاء من قوله وليتلطف. وقيل يعني هذا أقوال ناس عدوا كذا وخرج معهم ذلك. وبهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قبل ما نروح يقول العدد من بعض من القرآن. نعم. يقول الحروف، عدد الحروف القرآن الكريم يا جماعة 323,015 حرف. شيخ 300. شفت كمان قول تاني 320,015 حرف. بيكونوا الشدات بيجوز حاسفين الشدات أو كذا. طيب هو نعود. وفي نعم. 21,000 كمان. شيخ ناخذ صورة بس. 323,015 جميل جدا. طيب نلتقي ناخذ بكم. صورة شيخ. ناخذ صورة. طيب ناخذ صورة.